السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. عندنا بقناة برنس جوكو. آسف على القطعة، بس يعني حبيت انه اعود وياكم بحلقة بليتش، واتمنى الدعم ان شاء الله. نبدأ اليوم الحلقة عن انطباع بليتش الموسم الثاني، الكور الثاني، اللي هي الحلقة 7 او حلقة 6 آسف. الصراحة حلقة رهيبة. أنا هذا الأنمي لأن تابعته حديث، يعني ما صار تقريبا أسبوع أو يعني من تابعته وبديت أكمل الموسم الثاني. المهم ننطلق على طول. يعني أول شي احنا آخر شي أو بداية المشهد، يعني إيتشيغو شفنا شلون تغير شكله يعني، وتقريبا أكمل تدريبه. وفعلا مثل ما قال إتشيبا هذا اللي بالفرقة الصفر، قال إنه صار شينيغامي حقيقي. حتى لو تلاحظون ملابسه أو هم كلهم يعني زيهم يعني تغير، يعني حتى بياكويا، روكيا، رينجي. إتشيغو يعني تقريبا أقرب للشخصيات العربية يعني نوعا ما. الدورة رجعنا بس تقريبا انه إتشيغو راح يتأخر ظهوره اكيد، يعني اكيد راح يتأخر، لان قالوا انه هذا المسافة بين القصر الملكي ومجتمع الارواح وهذا المحتل حاليا، المسافة تقريبا اسبوع للشينيغامي عادي. يعني انه كيف إتشيغو اللي هو هستوى صار شينيغامي، او يعني ما متقن الشينبو حسب علمي يعني، فممكن راح يتأخر احتمال. يعني ما نصدم انه ما نتوقع انه راح ينزل يعني بالحلقة الجاية او حلقتين انه راح يجي، لان الظاهر راح يتأخر احتمال. المهم الحلقة اليوم ما علينا بيتشيغو معنا باي شيء. اليوم حلقة روكيا، كوتشكي روكيا. الصراحة اليوم الكاتب اعطاه حقها بزيادة، يعني شلون هذا حتى يعني الحلقة مرعبة يعني بشكل عام. هي يعني هذا الشخصية اللي هو الكوينشي اللي هزم بياكيا، شلون قوته واطلق عنانه، يعني مو طبيعي. روكيا شلون البانكا مالته شلون تغير، يعني انه قال كأنه انا مثل الميتة، اخفض درجة حرارتي الى دون الصفر، فما راح احس باي شيء. الصراحة الاستوديو أبدع. هذا ما أعرف الجديد هو الاستوديو أبدع بالمشاهد القتالية، بالأنيميشن، جمالية الصورة، جمالية الرسم، يعني خصوصا روكيا. شلون الشكل مالتها، يعني ترى تظهر بالصورة شلون شكلها، شلون ترى ملاك صدق، عبارة عن ملاك يعني حرفيا أميرة الجليد. أنا عجبني الصراحة، عجبتني البانكا مالتها، يعني حرفيا أشوفها من أجمل البانكاي اللي شاهدتهم يعني. بس الحلو إنه بياكيا شلون رجع. بياكيا فخامة، هذا قصة ثانية يعني. شلون قام يشكر ذاك، يقول له إنه أنت علمتنا بطاقة كانت يعني الداخلي، وإنه صحيتني نوعا ما، مثل ما يقول انه بعد ما تدرب. يعني تتخيل هذا الاطلقة السيمبونزاكا داكيوشي، هاي فقط الشيكاي، يعني هذا شيء بسيط يعني كيف لو اطلق البانكاي يعني ما بتطور اكثر مثل روكيا انهم تدرب هو مثلها. المهم احلى شيء من قال روكيا انه انت صرت قوية. طبعا هاي لأول مرة اعتقد يعترف بانه هي صارت قوية وانه اخوها وكذا. احلى شيء انه شلون قال لها انت اقضي علي، يعني شوف الثقل عنده، يعني شوف الكبرياء اللي رجع على نفسه، يعني قال انت اقضي علي. وصدق مثل ما شفنا انه روكيا مو طبيعية، والبانكا مالتها هذا اسطوري بمعنى الكلمة يعني. على الكاتب، على الاستوديو، الرسم اسطوري يعني. انه شكلها يعني انا يمكن مرة شايفة هذا الشكل حسب علمي محروق عليه يعني الصراحة، بس ما توقعتها روكي لانه شكلها حلو طلع صراحة. ابدعوا حتى الحلقة يعني حصلت ريت عالي
صدق أسطورية. يعني الحلقات الجاية يعني هو هذا تقريبا حلقة، بس حبيت انه اسوي انطباع بسيط عنها وتحليلات للحلقة بشكل عام يعني. وشفنا اخر شيء تقريبا زارك راح يجي هو قضينا السينما غالبا من هجموا عليهن لان نسيت اسمه. المهم زارك هم قادم، واكيد هم راح الكاتب ينصفه لانه تقريبا اخر شيء يعني من يتدرب وهاي ونهانا ف يس يمكن راح يطلق البانكا. هو اكيد راح يطلق، مو يمكن، لانه هو طاقته اصلا بدون بانكا اسطورة شلون هو البانكاي. المهم الحلقات الاسطورية يعني ما جاي يعني بحيث الحلقة انتظرت انه احملها بجودة عالية اللي اشوفه، لانه حرفيا بليتش من الانميات اللي صدق يعني مو طبيعية. مع انه انا مو من المتابعين القدماء اللي يعني تقول صار لي اسبوع مدق اكثر شوية تابعته، بس صدق عندي حاليا من افضل الانميات، اسطورة مو طبيعي. وهذا اللي كان ان شاء الله يعني مقاطع جاية راح بسيطة، مثلا راح احاول انه اسوي توبات تحليلات، بس اتمنى دعمكم وياه، لانه انا القناة لما حصلت عليها دعم هواي شوية تركتها وهم كان عندي جامعة. بس المهم هذا اللي كان عندي. اتمنى لايك واشتراك شير. القاكم في فيديو جديد. الى اللقاء.